تعالوا بقى نعمل مع بعض الكشري في حلة واحدة. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الواحدة بوحدتها، مش معجن ولا اي حاجة. طبعا ده بقى مش قادرة اوصف لكم، ده بينزل، بصوا، مش في معدتي، ده بينزل في قلبي. دوت فلفل بوط، في بيسموه شطيطة وانا بسميه فلفل بوط. زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا انا عملته في حله واحده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا بصل، طبعا مقطعاها تقطيع كبير لان انا بحب البصله تكون متقطعه كبير للكشري، بيبقى طعمه حلو قوي مسكر. وحطيت مكرونه صغيره، وحطيت شعريه. وهنا حطيت طبعا العدس بسلقه. ماشي، مجرد ما بتقطعي البصل وتحطي الشعريه والمكرونه بتولعي على العدس. بصوا هنا بقى حطيت طبعا ايه، قطعت كمية فلفل محترمة كده. وانتي واقفة كده عشان الحاجة تطلع معاكي حلوة لازم تذكري الله وتصلي على النبي كده وانتي واقفة. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا انا يجي فيه عشان خاطر كله ياخد لون واحد ما يتحرقش مني. زي ما انتم ما شايفين كده، الشعرية والمكرونة مع البصل كلهم لون واحد. مجرد ما هيحمر كده معانا، هنكون العدس بتاعنا بدأ ان هو يعني دخل في مرحلة الغليان. طبعا مش هنسيبه ان هو يغلي قوي عشان ما يتهريش. هننزل بقى بالرز بتاعنا، اي كمية انت حابة تعمليها اعمليها. طبعا انا نزلت بالرز بتاعنا وقلبته تقلبتين كده. وهنروح جايبين العدس بتاعنا اللي هو ايه، يعتبر يعني اتسلق 3/4 سوا، مش قوي، ما اتسلقش قوي. بصوا، ونزلتي بالمية بتاعته زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنزود المية بتاعتنا وهنحط بقى الحياء بتاعنا. انا حطيت ملح وكمون وشوية بهارات. تمام. هنجيب بقى نص الكيس اللي احنا خدناه، نحمر منه نصه، النص التاني حطيته فوق الحلة زي ما انتم شايفين. وربع كيلو مكرونة سباكيتي حطيتها برضو ايه من فوق الوش كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنزود المية لان المية هنا طبعا قليلة. لو وصلت لحد هنا ما تنسانيش في لايك قمر زي كده. وانا اسمي مروة خلاف ومطبخي اسمه مطبخ ميرو. بصوا هنا طبعا هندوق بقى الحياء بتاعه بعد ما هنحيقه عشان خاطر نظبط الحياء بتاعه بالظبط. وهنا حطينا شوية كمون وشوية سبع بهارات. وده كده كان الكشري بتاعنا في حلة واحدة، ولا دربكة ولا بهدلة ولا مواعين كتير. ومش هتقفي بقى ايه طول اليوم تعملي في كشري 100 حلة تعمليهم، لا، هي حلة واحدة بس هتعملي فيها الكشري بتاعك. بصي كده خلاص، كده هنغطي بقى الحلة بتاعتنا. وبعد ما هنغطي الحلة بتاعتنا هنستنى بقى لما يتشرب. هنا هنجيب بقى حلة تاني عشان خاطر نعمل فيها الصلصة. هنا كنا بنقلب الفلفل برضو بتاعنا. طبعا مش قادرة اوصفلك وانتي بتحمري الفلفل دوت، بتحسي بحرقان بقى وريحة الشطة في الشقة. بس بصراحة مش قادرة اوصف لكم طعمه كان عامل ازاي، وخاصة مع الكشري. ويا جماعة دوت ممكن تاكلوه جنب طعمية، جنب فول، جنب بطاطس محمرة. قسما بالله، بصي يعني طعمه خيال، وحلو قوي 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 قوي. لو بتجربوه اكتبوا لي في التعليقات مين بيحب الفلفل ابو قطه. طبعا بصوا انا هنا ايه، هحضر بقى حله تاني عشان خاطر نعمل ايه الصلصه. وهنا كنت موطيه على الفلفل عقبال ما بضرب القوطه في الكبه. طبعا انا مش بقطع القوطه بتاعت الفلفل، في ناس بيقطعوها وفي ناس بيضربوها في الكبه. انا ماما كانت زمان كانت بتقطعها، دلوقتي انا بستسهل ان انا بضربها في الكبه نص ضربه، يعني مش بنعمها قوي. انتي بتضربيها نص ضربه زي اكنك برضك مقطعه الطماطم. طبعا انا مش هقطعها، انا كده بغسل الطماطم بتاعتي وبضربها في الكبه. وهنا كده كان شكلي كده ان انا ناسيه الكاميرا مفتوحه، عشان كده ايه، مطوله قوي في المقطع بتاع الفلفل. ما تنسونيش بقى في لايك، واللي بتعمل الكشري كده في حله واحده تخش في التعليقات وتقولي ان هي بتعمل كده. طبعا هنا بقى كنت هبدا ان انا ايه، هقلب بقى الكشري بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده بدأ ان هو يتشرب. هنبدأ بقى ان احنا ايه، نوطي عليه. هنا بصوا، طبعا هتلاقوا المكرونة مش معجنة وهتبقى حلوة ومستوية. بصوا هنا بقى هنبدأ ان احنا نوطي عليه وهنعمل الصلصة بتاعتنا. هنجيب حلة فاضية وهنحطها على النار
طبعا انا صفيتها من المية، وهنزل بقى بشوية زيت محترمين كده، وهننزل بتوم مهروس. وبعد ما هننزل بالثوم المهروس هنحمره. وهنا بقى كده نزلنا بالثوم، هنبدأ بقى ان احنا نحمر الثوم بتاعنا. لو حابة تحطي فلفل تقطعيه حلقان عادي، مش حابة خلاص. وهنا في الفلفل بقى حطينا توم ايه، برضك مهروس. لازم تحطي توم عشان خاطر يديله ريحة. بصي انا في هنا حاجة انا عملتها، ان انا حطيت القوطة. مفروض ان انا كنت احط شوية خل الاول، بس طبعا ايه انا نسيت. بس هحط شوية الخل يعني مش هتفرق. وهنا التومة بتاعت الصلصة كانت احمرت معانا. هننزل بقى ايه بربع كوباية خل كده. بعد كده هننزل بالطماطم بتاعتنا، وهنحط بقى الحياء بتاعنا. بصوا طبعا انا مش مزودة الطماطم كتير عشان خاطر تتسبك بسرعة. هنا هنحط كمون وشوية ملح، وهنا برضك على الفلفل كمون وشوية ملح. وعلى الصلصة هنحط شوية كزبرة ناشفة، بتفرق جدا في الطعم وبتبقى طعمها حلو قوي. وهنا كانت الصلصة طبعا اتسبكت زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا اتسبكت جدا وبقت تقيلة. والفلفل بتاعنا هنا كان هنا برضك معانا برضك كان خلص. بصوا كان طعمه حلو قوي. ودي كانت وصفة اليوم. وهنا طبعا الكشري بتاعنا كان خلص. حابة ان انا اوريكم. بصوا ان هو مش معجن معانا زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا مش معجن معانا. ودي كانت وصفة اليوم. وطبعا بقى ايه هنغرب بقى ايه طبقين مع بعض كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنغرب بقى طبقين مع بعض كده، ونحط بقى فلفل بقوطة وايه. والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.